بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم إن شاء الله درس مهم جدا، لأنه يتعلق بما يسمى بالصفات الخبرية. الصفات الخبرية يعني وبعض العلماء لا يعتبرونها صفات بل إضافات فقط، مثل ذاك ابن الجوزي مثلا. هذه كلها إضافات أضافها الله إلى نفسه، الله إليه، هذه إضافات فقط وليست صفات. وعلى أي حال نحن نتعامل بها باعتبارها صفات خبرية. وكان العلماء ينهون عن الخوض فيها، ومنهم الإمام مالك، بل كان الإمام مالك ينهى عن أن يحدث المحدثون بهذه الأخبار التي توهم التشبيه. وهذا مع كامل الأسف هو عندما يتأخر العلم يتأخر في كل شيء. من أسباب ضعف علم الكلام على أننا اليوم عندما نتحدث عن العقائد أو عن العقيدة الإسلامية نتحدث عن هذه ونمتحن عن هذه الصفات الخبرية ونمتحن الناس عليها. ننسى الله هو العليم الجبار القهار. لا. وبمجرد ما نريد أن نصنف الناس ما قولك في قول الله الرحمن على العرش استوى، والإمام مالك قال أخرجوه، الذي سأله قال أخرجوه عني. فبدأ الناس يمتحنون اليوم، يمتحنون عقائد المسلمين بهذه بمضمون هذه الآيات وهذه الأحاديث، مع أن العلماء كما قلنا السلف الصالح كانوا لا يخوضون فيها. ولذلك هنا إمام اللقاني أو اللقاني يلخص هذه المسألة في بيت واحد، فقال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذه العقيدة التي يجب أن يعرفها المسلمون. وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إن يقول الشيخ اللقاني: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قوله هذا يعني يقول الشارح الإمام البوجيري رحمه الله، يقول: قوله وكل نص إلى آخره يصح قراءته كل بالرفع على أنه مبتدأ، أوله خبر، وكل نص أوهم التشبيه هذاك نعت، جملة نعتية. كل نص أوهم التشبيه أو كل نص موهم للتشبيه أوله الخبر مبتدأ، وجملة أوله خبر، وبالنصب مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور أوله. أول الذي يفسر على أنه منصوب بفعل محذوف من باب الاشتغال، لأن الاشتغال وأن يتقدم الاسم على العامل، وهذاك العامل يعني يعمل في ضميره.
أبوك أكرمه، أبوك أكرمه أي أكرم أباك أكرمه، هذا من باب الاشتغال. والمراد إذا من باب الاشتغال، إذا نقول أول كل نص، هذا هو المقصود، أول كل نص، أول كل نص. والمراد بالنص هنا ما قابل القياس والاستنباط والإجماع، وهو الدليل من الكتاب والسنة سواء كان صريحا أو ظاهرا، سواء كان صريحا أو ظاهرا. والمراد به أي بالصريح سواء كان صريحا أو ظاهرا، الظاهر واضح، ولكن صريح قال لك المراد بالصريح ما قابل الظاهر، وهو ما أفاد معنى لا يحتمل، وهو المراد به، وليس المراد به ما قابل الظاهر أي النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا، المقصود به إذ لو كان هذا هو المراد لم يمكن تأويله. ولذلك انتقد العلماء أو بعض العلماء على البيجوري هذه الكلمة صريحا، لأن هذه كتسمى ظواهر، هذيك صريح ما فيه التباس، ما معنى الصريح؟ ما معنى الصريح؟ ولذلك هو اضطر إلى أن يقول لا أقصد النص الذي لا يحتمل التأويل. وعلى أي حال كلمة الصريح هنا غير واضحة. قبل هذه، والمرض بالنسبة هنا ما قابل القياس والاستنباط والإجماع. حتى ذاك الاستنباط كان انتقد عليه على أنه خصو يقول ما قابل القياس والإجماع، ولكن الأدلة الإجمالية ليس فقط غير القياس والإجماع، فيها حتى فيها الاستحسان، فيها مصالح المرسلة، فيها أمور أخرى. إذا الاستنباط هو أوسع من القياس. على أي حال هذا كله عبارة عن تفصيلات فقط، ولكن المقصود النصوص التي ظاهرها التشبيه توهم التشبيه، هذا هو المقصود. مثل وجاء ربك، مثل ينزل ربنا، مثل يد الله فوق أيديهم، مثل قوله أوهم التشبيه أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره. أوهم تشبيهه بالمخلوق. والمراد من التشبيه ماشي المصدر، المراد ماشي المشابهة، لا فعل الفاعل وشبه تشبيها، المقصود بالتشبيه هنا أي المشابهة، وكل نص أوهم المشابهة. وقوله أوله أي احمله على خلاف ظاهره، هذا هو التأويل. يعني شنو التأويل؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، ماشي ليس بدليل. هذا الدليل قد يكون واضحا ظاهرا منصوصا عليه، وقد يكون غير ظاهر. أوله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان معنى المراد منه. فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف. أوله هنا معنى أوله أي صرفه إلى معنى آخر محدد، مش تفوض، لا، أوله يعني أوله هنا يعني صرفه عن ظاهره ثم عين المراد منه. ينزل ربك ينزل أمره مثلا، يد الله قدرة الله. هذا معنى، يعني بمعنى أوله معنى صرفه عن ظاهره مع بيان المعنى المراد. فالمراد أوله تأويلا تفصيليا، لأن سيأتي على أن التفويض هو تأويل إجمالي،
أوله بأن يكون فيه بيان معنى المراد كما هو مذهب الخلف. شكون هم الخلف؟ قال لك وهم من كانوا بعد 500، وقيل من بعد القرون الثلاثة، يعني الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، لكن القرن هو اللي هنا بالحق، أنا مقصود به الجيل، خير القرون قرني، أي الجيل، مقصود به الجيل شيء. وقوله أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي، لأن جميع حتى المفوضة هما يؤولون، ولكن يؤولون تأويل إجمالي، يعني يصرفون عن ظاهره، ما يقول بأن يد الحقيقية لغة، لا يقول يد الحقيقية، نعم يد وجودية، ولذلك كثير من العلماء لابد منهم ابن عبد البر وغيره تقول أجمع السلف على أن هذه الآيات وهذه الآيات هي على الحقيقة لا على المجاز. واش كيقصد بالحقيقة هنا؟ الحقيقة اللغوية لا، يقصد الحقيقة الوجودية، هي موجودة ولكن لا نعرفها الحقيقة الوجودية. أما الحقيقة اللغوية ابن عبد البر نفسه يقول الله ليس بجسم، أجمعوا على أن الله ليس بجسم. وكيف من يكون الله ليس بجسم؟ كيف نسلط عليه الحقيقة اللغوية؟ لعلهم يقصدون الحقيقة الوجودية على الحقيقة لا على المجاز، أي الحقيقة الوجودية أنها موجودة ماشي شيء. عندما تقول مجاز معناه تنفيها. على أي حال أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى، فوضه إليه تعالى على طريقة السلف وهم من كانوا قبل 500، وقيل القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ولعل هذا هو المقصود بالسلف، هو الأرجح، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرنية ثم الذين يلونهم ثم الذين أي الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ونذكر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم. بمعنى أعلم وأحكم، راه ماشي بمعنى أن الخلف أعلم من السلف، لا، هذه الطريقة هذه أعلم وأحكم، هذه الطريقة ماشي كل شيء. بمعنى أعلم لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم، هذا معنى المقصود بالإحكام، جاي من الإحكام، هذه محكمة، طريقة محكمة، طريقة فيها بيان وفيها توضيح للذي لا يريد الاكتفاء بالتفويض. ولذلك يقول ابن حجر في فتح الباري: وإنما قال من قال إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت النبوة، فيحتاج من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة فيسلم إلى أن يدعن فيسلم أو يسلم، أو يعاند فيهلك، بخلاف المؤمن فإنه لا يحتاج في أصل إيمانه إلى ذلك. هذا هو المقصود بأعلم وأحكم، وليس المقصود بأن الخلف أعلم من السلف، وما قال بذلك أحد. وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد الله تعالى. هذا أسلم من الخطأ، أسلم لأنه قد يؤول الشخص يؤول ولا يصيب المراد،
عندما تعين معنى محدد فقد تصيب وقد تخطئ. أمر آخر وهو أن ليس معنى أن السلف لم يؤولوا قط، لا، كاين هناك آيات وأحاديث أولها السلف، عبد الله بن عباس وغيره. ذلك عبد الله بن عباس يوم يكشف عن ساق أوله سيدنا عبد الله بن عباس، وهو اللهم وفقه في الدين وعلمه التاويل، المقصود التأويل والتفسير، ماشي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. لأن شوف، عندما تسمعون التأويل عند المتقدمين ماشي هو التأويل عند المتأخرين، التأويل عند المتقدمين هو التفسير. ولذلك ما يقول القرطبي هذا شكون هذا؟ ابن جرير الطباب، تأويل آية تفسير قوله تعالى. لكن هذا التأويل هذا مصطلح كلامي أصولي، صرف اللفظ عن ظاهره هذا مصطلح. وكذلك المكروه عند الفقهاء مثلا راه مصطلح ماشي هو. ولذلك الفرق بين عندما يستعمل الإمام مالك المكروه عندما يستعمله جاء بعد الإمام مالك. فهذا التأويل هنا المقصود هنا وذاك التأويل باعتباره مصطلحا كلاميا وأصوليا، باعتباره مصطلحا كلاميا ومصطلحا أصوليا. والعلماء هذو المتأخرون يرون أن التأويل هو الأرجح، مع أن كثير من العلماء يدافعون عن التأويل ويؤلفون فيه، ولكن في خاصة أنفسهم هم مفوضة كثير من المتقدمين ومن المعاصرين، كثير. وحتى الجويني في آخر ما كتب في علم الكلام رجع في النظامية، كتاب النظامية في الأركان الإسلامية، رجع إلى التفويض. وقوله ورم تنزيها أي يقصد تنزيها له تعالى عما لا يليق به. هذا عندما تفوض رم بذلك التنزيه، ورم تنزيها أي يقصد تنزيها له تعالى عما لا يليق به مع تفويض علم المعنى المراد. فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي، كلهم يؤولون، إلا أن السلف يؤولون تأويل إجمالي أي يصرفون لفظ عن ظاهره ولا يعينون، والخلف يؤولون تأويلا تفصيليا أي يعينون المعنى المراد. فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي، لأنهم يصرفون الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى، لا يقصدون يد الله، هم لا يعتقدون أن اليد جارحة، وكذلك العين. وعندما يقولون جاء ربك لا يقصدون النقلة، وعندما يقول ينزل ربنا لا يقصدون أيضا الانتقال النزول، لا يقصدون ذلك أبدا. عندما لو قصدوا ما فوضوا لما قالوا علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. إذن فهو يصرفون اللفظ عن ظاهره صرفا إجماليا. لأنهم يصرفون الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين. اختلفوا في التعيين وعدم التعيين. التعيين مذهب الخلف، عدم التعيين مذهب السلف، بناء على الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، فيكون معطوفا على لفظ الجلالة. وعلى هذا فنظم الآية وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. وجملة يقولون آمنا به جملة مستأنفة ابتدائية لبيان سبب التماس التأويل.
جيء بها لبيان التماس التأويل، أو على قوله وما يعلم تاويله إلا الله. والراسخون في العلم يكون استئناف، مبتدا خبره يقولون. وعلى هذا فقوله والراسخون في العلم استئناف. وذكر مقابله في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه. ولذلك المتشابه عند الأصوليين ليس هو المتشابه عند المتكلمين. المتشابه عند المتكلمين هي هذه الآيات وهذه الأحاديث، هذا هي المتشابه عند المتكلمين. ولكن عند الأصوليين وما لم يعلم منه المراد، مثل صاد ألف لام ميم ألف لام راء، هذا هو المتشابه عند الأصوليين. فما يعصر الاطلاع عليه أو على معناه كالحروف المقطعة هذا هو متشابه عند الأصوليين. وعند المتكلمين هو هذه الآيات وهذه الأحاديث الموهمة بالتشبيه. فأما الذين في قلوبهم زيغون أي كالمجسمة، فمنهم من قال إنه على صورة شيخ كبير، ومنهم من قال إنه على صورة شاب حسن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا معنى غيرهم مثل المعتزلة ما عدا المشبهة ما عدا المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك لوجوب تنزيهه تعالى عما دل عليه ما ذكر بحسب ظاهره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه، ليس كمثله شيء. هذه قاعدة عامة تقول من أدرك على أن الله ليس بجسم؟ من أدراني، لأن الله تقول ليس كمثله شيء. والمخلوقات أجسام، البشر أجسام، فهو إذا قلنا جسم فهو يشبه كثير من مخلوقاته. مفهوم؟ ولذلك هذا الموضوع مهم جدا مهم جدا. والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك لوجوب تنزيهه تعالى عما دل عليه ما ذكر بحسب ظاهره. فمما يوهم الجهة قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فوق جهة. فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها، فوقية لا نعلمها أي لا نعلم معناها. والخلف يقولون المراد بالفوقية التعالي في العظمة، فالمعنى يخافون أي الملائكة يخافون ربهم من أجل تعاليه في العظمة أي ارتفاعه فيها. ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. السلف يقولون استواء لا نعلمه أو استواء استواء لا نعلمه أو استواء لا نعلمه. والخلف يقولون المراد به الاستيلاء، المراد به الاستيلاء والملك، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، يعني بالمد. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. كنت تقول يعني كيرد هذا قلت له انا نصراني، قد مش نصراني، قد العرب واش عربي ولا مش عربي، مش نصراني. والعلماء يحتجون بكلام الجاهلية قبل الإسلام، يقصدوا واش هذا عربي ولا ماشي عربي، ماشي واش مسلم ولا نصراني. شتي عدم تدقيق
هذا تدقيق دقيق دقيق، هذا عليكم تدقيق، دقة 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 دقيق. نعم إذا قالوا ماشي حجة هذا لا هذا ليس حجة في العربية، هذه بعد ذلك نعم لا ما تقول بأنه نصراني لا. النحاة يستدلون بكتب الجاهلية لا. وسأل رجل الإمام مالكا عن هذه الآية فأطرق، واسمع بعد اسمع شوف. إذن معنى أن السلف كانوا لا يخوضون في هذه الآيات. فأطرق رأسه مليا، ولكو كان الفقه يجاوب. ثم قال الاستواء غير مجهول. دابا أصبح الكلام في هذه الآيات وهذه الأحاديث هو السنة، هو العقيدة الصحيحة، هو قول السلف. السلف ما كانوا يخوضون في ذلك. ثم قال الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم، والكيف غير معقول. هذه هي الرواية الصحيحة. أما الكيف مجهول لا ماشي صحيح، لأن الله لا يعني إن لله يدا. السلف تقول إن لله يدا بلا كيف، إن لله عين بلا كيف، وجاء ربك بلا كيف. فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب، لأن من عند الله ومن عند رسول الله. هذه الآية جاءت من عند الله، هذا الحديث جاء صح عن رسول الله، فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. اسمع، إذن هذا هو قول السلف. هذا هو قول السلف. وبالمناسبة أيضا راه من يقولوا عقيدة السلف وعقيدة الخلف راه خطأ. منهج السلف والعقيدة المسلمين واحدة، منهج السلف ومنهج الخلف، ماشي عقيدة السلف وعقيدة الخلف، لا، عقيدة المسلمين واحدة، العلماء وغير العلماء لا يختلفون فيها، وإنما منهجهم في هذه الآيات والأحاديث بالضبط. في الصفات الخبرية، هذه الصفات الخبرية عندهم منهجان، منهج السلف أو طريقتان، طريقة السلف وطريقة الخلف. طريقة السلف التفويض، وطريقة الخلف التأويل التفصيلي. إذن السؤال يعني وما أظنك إلا ضالا فأمر به فأخرج. وهناك المؤلف أو الشارح رحمه الله ذكر أبيات الإمام الغزالي نحن نذكرها. يقول قل لي من أبيات جميلة ممتازة ودقيقة ودالة على أن معرفة كل الله سبحانه وتعالى وصفاته يعني متعذر. يقول قل لمن يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول. لأنه كيتحدث يقال بأن الزمخشري سأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني كيف أين الله؟ يقول قل لمن يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول ثم سر غامض من دونه قصورة الله أعناق الفحول. أنت لا تعرف إياك ولا ما كتعرف نفسك بعدا، عرف نفسك بعدا. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟
وكذا الأنفاس هل تحصرها لا ولا تدري متى عنك تزول. أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل لي يا جهول أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول. فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول كيف تدري من على العرش استوى. لا تقل كيف استوى كيف النزول. كيف يحكى الرب أم كيف يرى. ويمكن نقرأ وكيف يحكي الرب أي كيف يقول يعني لا أو لا كيف يحكى الرب أم كيف يرى دي أحسن. كيف يحكى الرب أم كيف يرى فلعمري لسدى إلا فضول. كيف يحكى الرب أم كيف يرى فلعمري لسدى إلا فضول. نقول كيف نرى لأن عند أهل السنة المسلمين يرون ربهم. لا تقول كيف يرى الرب. كيف يحكى الرب أم كيف يرى فلعمري لسدى إلا فضول. فهو لا أين ولا كيف له. أوجد كيف. فهو لا أين ولا كيف له وهو رب الكيف والكيف يحول. وهو فوق الفوق لا فوق له وهو في كل النواحي لا يزول. جل ذاتا وصفات وسما وتعالى قدره عما تقول. ومما يوهم الجسمية قوله تعالى وجاء ربك. وحديث الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. السلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمهما. والخلف يقولون المراد وجاء عذاب ربك أو أمر ربك الشامل للعذاب. والمراد ينزل ربنا ينزل ملك ربنا فيقول عن الله إلى آخره. ومما يوهم الصورة ما رواه أحمد والشيخان أن رجلا ضرب عبده فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى خلق آدم على صورته. فالسلف يقولون صورة لا نعلمها. والخلف يقولون المراد بالصورة الصفة من سمع وبصر وعلم وحياة فهو على صفته في الجملة وإن كانت صفته تعالى قديمة وصفة الإنسان حادثة. وهذا بناء على أن الضمير في صورته عائد على الله تعالى كما يقتضيه ما ورد في بعض الطرق فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا كما يقول النووي هذه الزيادة ليست بثابتة. هذه الرواية ليست بثابتة عند أهل الحديث. وبعضهم جعل الضمير عائدا على الأخ المصرح به في الطريق التي رواه مسلم بلفظ إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة هذا الأخ. أي وإذا كان كذلك فينبغي احترامه باتقاء وجهه أو باتقاء الوجه. ومما يوهم الجوارح قوله تعالى ويبقى وجه ربك ويد الله فوق أيديهم. وحديث إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فالسلف يقولون لله وجه ويد وأصابع لا نعلمها. لله وجه ويد وأصابع لا نعلمها. والخلف يقولون المراد من الوجه الذات ومن اليد القدرة. والمراد من قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن بين صفتين من صفاته وهاتان الصفتان القدرة والإرادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين.